اللي واش ما باغيش تنتقم لمرتك اللي توفات. سولت وانا مستغرب، قلت ليه كيفاش عرفتيني انني كنت خاطب والزوجه ديالي توفات؟ مع العلم الخوت انا ما عاودتش ليه هادشي، عاودت ليه غير داكشي اللي كان كيطرى لي مؤخرا. ملي سولته هكا سكت ولسانو تصرات، ما بغاش يجاوبني، بدا غير كيدخل ويخرج في الهضره، يعني بحال ستريسا. حدو قال لي باللي انا ساحر وراني كنعرف اي حاجه، كنعرف كلشي. المهم قال لي تسنى نعطيك واحد الحاجه. مشى دخل وخرج لي شي حاجه بحال الضفار ديال اللي مشيت. قلت ليه شنو هادشي؟ قال لي هادو الضفار ديال قطه، خاصك تمشي وترميهم على الظهر ديال هذاك صاحبك اللي دار لك هادشي. قال لي خاصك ترمي هادشي ورا ظهره ملي يكون هو غادي كيتمشى. قلت ليه صافي واخا، وخديت هذاك الشيء اللي عطاني وبالفعل اتصلت بصاحبي. قلت ليه فين اخويا عادل؟ بخير كلشي مزيان، واش ممكن نتلاقاو؟ قال لي مالك شنو كاين ياك ما كاين باس؟ قلت ليه غير بغيت نشوفك ضروري وداك الشيء، واش نتلاقاو من واحد الساعه؟ قال لي صافي واخا مرحبا. مشيت للبلاصه فين درت انا وياه وبقيت كنتسنى فيه حتى باللي جاي وضاحك وما على بالوش، بحال ما دار حتى شي حاجه. كان كيتصرف وكانه ماشي هو السبب في الموت ديال مراتي. المهم ملي تلاقينا ما بغيتش نبين ليه، قلت لي كي داير عادل؟ بخير كلشي مزيان. بقيت داوي انا وياه حتى لهنا. عادل اصلا مازال ما عارفش الخبار ديال خطيبتي باللي راها ماتت. المهم بقيت داوي انا وياه وقلت لي واحد اللحظه يلا نتمشاو انا وياك شويه. تمينا غادي كنتمشاو وكنت حريص انني نكون معطل وراه بواحد 2 خطوات اللور، وكنت كنلوح كل ظفر في الوقت المناسب باش ما يعيقش بيا. ملي كنا غادي كنتمشاو كندوي غير كيغفل كيدير شي حاجه كنلوح الاول الثاني الثالث وبقيتها هكا حتى لواحد اللحظه عادل غادي يجري معايا، لاحظ باللي كندير شي حاجه، قال لي شنو كدير دار؟ وقال لي شنو داكشي في يدك؟ انا كمجت داكشي ما بغيتش نقول ليه. قال لي والله تتوريني شنو في يدك، شنو كتلوح عليا؟ ما بغيتش نوريه داكشي اللي في يدي، لكن هو غادي يشوف في الارض وغادي يبان ليه داك الطفر. اللحظه اللي غادي يتحنى باش يهز داك الطفر يشوفه، غتبان ليه واحد الحجره غادي نهزها غادي نتكا عليه للراس. في الحقيقه ما عرفتش علاش درت هادشي، لكن حسيت براسي ارتحيت وانتقمت. على الاقل دابا غادي نكون انتقمت لساره. مشيت للدار جلست والدار كانت خاويه، ما كان فيها حتى شي واحد، وكان يدي باقي فيهم هذاك الدم ديال عادل. يعني كنت جالس وانا كنخمم في هادشي اللي واقع. مشيت غسلت يدي باش ما يبقاش الاثار ديال حتى شي حاجه. اللحظه اللي كملت الغسيل ديال يدي وانا خارج من الحمام كيبان لي عادل جالس في الصالون برجليه وفيه الدم من هنا وكيشوف فيه وكيضحك. واش هادشي حقيقي ولا كنتخيل؟ سولته قلت ليه انت شنو جابك لهنا؟ حدو ضحك، واحد اللحظه اختفى ما بقاش. في نفس هذيك اللحظه بالضبط اللي وقع لي هذا البلان كنسمع واحد الصوت جاي من البيت الاخر. ملي حققت في داك الصوت بحال الصوت ديال شي عود غادي كيتمشى في شي بلاصه بحال البيت، بحال هذاك الصوت تماما. كنسمع البيت كيتمشى فيه شي عود. شنو هادشي اللي كيوقع يا ربي؟ شنو هادشي دابا اللي كنعيش فيه؟ مشيت لهذاك البيت باش نشوف شنو كاين. كيبان لي واحد فوتوكوبي ديالي واقف كيشوف فيه وكيضحك. عينيه كانوا بحال العينين ديال اللفعه. واش انا كنحلم؟ واش هذا هو القرين ديالي؟ والله الا هو، والله الا القرين ديالي هو نيت الشبه ديالي فوتوكوبي. كيشبه ليا في كل شيء، لكن عينيه هما اللي ما كيشبهوش العينيه. بكثره ما هذيك الصدمه اللي كنعيش فيها، هذاك القرين ديالي كنشوف فيه وجاي لعندي، انا واقف وهو جاي عندي وانا كنرجع للور كنقول لي بعد مني بعد، لكن ما كيسمعش ليا. هو جاي عندي ما كيتسوق لحتى شي حاجه وانا راجع للور في المود ديال الخلعه. فهذيك اللحظه هو اللي قرب لعندي بزاف. يبان لي واحد الكرسي، هزيت هذاك الكرسي وانا نضربه بالشاد. تخيلوا معايا الخوت في هذيك اللحظه بحال شي غشا كان في عيني وتحيد. هذاك الشيء اللي ضربت ماشي القرين.